اللي ممكن يتقال. فأنا عايز أقول لك أنت عايز ترجع صح وتعدل المنظومة في البيت عندك، لابد أن تكون رجلا لا تتجاوز حدود الله عز وجل، وأن تكون محترما عند امرأتك، لا تكذب عليها ولا تبخل عليها ولا. والنساء يعني مع يعني قلة عقل كثير منهن إلا أنهن يرضين باليسير. حتى الواحدة مثلا ايه تفطمك تقول لك طب حتى يعني اكذب عليا. طب ده انت اللي زرع الزرع، اكذب عليك ازاي؟ يعني انت تلقنيني وانا افعل؟ ها؟ تقول له مثلا قول لي مثلا مرة انا بحبك، يقول يا ست مش قادر. ها؟ مش قادر. ما الراجل ما يعرفش يقولها فعلا، الراجل ما يعرفش يقولها. الراجل ما يقولش للمرأة بحبك وبموت فيكي والكلام، ما يعرفش يقولها. وانا بقول الكلام ده للنساء لان في مشاكل بسبب كده. الرجل عطاء، لما يحب يعطي، ها؟ لما يحب يبقى جدع، المرأة تتبسط بيه والكلام ده الرجل لما يحب. انما المرأة ربنا عز وجل جبلها على ان تتكلم، تقول له بحبك وبموت فيك ومش عارف ايه، حتى بموت فيك يعني جعلته قبرا، ها؟ يعني حتى او تقول له الكلام ده سهل على المرأة انها تقول هذا الكلام، لكن صعب على الرجل ان يقول الكلام. فتقوم تقول له ايه؟ طب حتى قول لي بحبك مثلا كذب كده اسمعها منك، خلاص بحبك. يا سلام عليك، حد يقول بحبك بالنظام ده كده؟ مش لازم تقول بحبك وتعمل كده ومش عارف ايه، ها؟ برضه لان هي اللي ادتك الكلمه، فما ينفعش تاخدها، ها؟ ما ينفعش تاخدها، لا سيما واغلب النساء الذين قرأوا في الشرع وقرأوا في الاحاديث والكلام ده يعلمون ان من الكذب المباح ان يكذب الرجل على امراته في مثل هذا. فحتى لو قال لها انا بحبك الكلام ده تقول له ما انا عارفه طبعا ده كذب مباح ومش عارف ايه كده يعني. فالقصد يعني انه يعني الرجل اذا اراد ان تستقيم حياته لابد ان يكون وقافا عند كتاب الله. الجماعه المتجوزين جداد عشان يطلعوا من المطب اللي اخواننا القدام وقعوا فيه، يخلي غضبه دائما على معنى شرعي. يعني داخل مثلا لقاها ايه؟ مشيطه الطبيخ ومشيطه الرز ومهمله، ترمي المعاش هنا وترمي مش عارف ايه بتاع. لو قال لها المعاش مش عارف ايه تعتقد انه بخيل، خلاص. ولو قعد ينتقدها في الطبيخ ومش عارف ايه تبقى مشكله. خليه يكذب، يخزن لها يعني، يكذب. وبعدين يدخل مره ايه؟ صليت الظهر؟ لا لسه ما صليتش الظهر، بيلعب دب ويطلع القديم والجديد فيها، الرز الشيط والطبيخ الشيط ومش عارف ايه الكلام ده، بس الاسم ايه ضربها ليه؟ عشان اخرت الظهر. تقوم هي تاني مره ما تاخرش الظهر، وبعدين يعظم في نظرها وتظن ان الرجل اذا غضب انما يغضب لله. فيقوم المسألة دي ايه برضه؟ بس بالاشكال ان في ميكروفون عند النساء، هو ده المشكل. احنا كان المفروض ده سر الاسرار العسكريه اقوله لكم لوحدكم كده. ففي كده يبقى الشاب المقبل على الزواج والكلام ده هو يعلق العقوبه بمعنى شرعي، يعلق العقوبه بمعنى شرعي، يوم يعظم في نظر امرأته ولا يكون عجولا. وانت عايز تخطف قلب المرأة احسن اليها، أحسن إليها حتى بالقليل، لكن أحسن إليها. المرأة لو شايلة جبل من مكان لمكان قلت لها والله كتر خيرك وأنا عارف إن أنا تعبك ولكن يعني يحتسب عند الله ربنا أجرك الجنة ومش عارف ايه الكلام ده تطير بجناحين. لو أنت قلت لها بس الكلمتين دول. لو نقلة جبل مش ممكن تشتكي تقول كفاية دخلتك علينا، نميز على بعض بقى، وربنا يخليك لينا واحنا من غيرك ما نسواش حاجة، يومي قبل يومك. لا انت يومكم الاثنين جاي، يعني يومك جاي ويومه جاي، بس ايه كلام بيرضي.